هنا البنات كيف كتشوفوا انا سرحت الثوب ديالي، ها هو سرحته على جوج. الحاشيه هي كتبان لكم من الجهه الاخرى. هنايا اول حاجه درتها هي تراسيت الثوب من التحت، لان عندي هنايا الثوب من التحت ما كاملش. تبعوا معايا نتوما تشوفوا، ها هو شفتوه ما كاملش من هنايا، فاضطريت انني نتراسي الثوب على حساب هذيك التقطيعه اللي مقطعه من التحت. خديت هنايا الطول، اول حاجه هي الطول، خديت الطول حتى لهنا وحددت الطول ديالي بهاد النقطه هذه. هاد النقطه هذه هي اللي حددت بها الطول، وكنمشي نيشان هنا كنهبط بواحد 3 سنتيم وكنحدد هاد النقطه هذه. هنا بطبيعه الحال كندخل ب8، هنا كنهبط بجوج ولا 3 سنتيم، كنطراسي التقويره ديالي وكنطراسي الكتف. بالنسبه للتركيز كناخذ من هاد النقطه الفوقانيه هذه، كناخذ التركيز ديالي وكنحدد نقطه. هنا كناخذ من هاد البلاصه لهنا الصدر ديالي شحال عندي فيه، وكنزيد سنتيم ديال الخياطه وكنطراسي التركيز بهذا الشكل. هنا كيف كتشوفوا انا مطراسيه على جوج مرات. هذا هو الطراساج الاولاني، جاني تركيز كبير، طلعت شويه نقصت يعني واحد 3 سنتيم وعاود طراسيت التركيز هنا. بالنسبه للحزام كنهود من هنا لهنا بواحد 16 سنتيم لان السيده طويله، وكناخذ العبار تاع الحزام بهذا الشكل هذا. كنحدد هذه النقطه وكنطراسي الخط ديالي من هنا لهنا. كنجي كنهبط هنا بواحد 25 ولا 26 سنتيم وكنحدد عاوتاني العبار ديال الحوض. هنا جاتني النقطه، هنايا انا تراسيت من هنا حتى لحد الحوض. جيت لتحت هنا كيف كتشوفوا تراسيت الايفازي ديالي على 50 سنتيم لان السيده بغات العبايه عريضه، فقلت انا ندير لها 50 سنتيم هنا باش ما يجينيش الطول فيه واحد كيف كنقولوا كيجي هابط بزاف من الجناب، كيجي مجنوح، كنقولوا مجنوح يعني كتجي هابطه هاد البلاصه بزاف. فكنطلع هنايا على حسب شحال خرجت في الايفازي، كنطلع هنايا انا طلعت هنا تقريبا واحد 6 سنتيم وتراسيت الدوره ديالي ديال التحت. هاد النقطه هذه كنجيبها مع النقطه تاع الحزام كنلاقيها معاها. كيف كتشوفوا انا ديباسيت هنايا النقطه ديال الحوض لان الايفازي كنبداه من الحزام وكنمشي حيت عندي العرض بزاف وهي بغاتو عريض. هكذا كنكون كملت الطراساج ديال الظهر ديالي. غادي نقطعو وعاده نقطع الامام. هنا البنات كيف كتشوفوا من بعد ما قطعت الظهر ديالي غادي نجي باش نقطع الامام. شنو درت؟ قلبت الثوب لجهتي كامل، الثوب هاد الجهه الحاشيه اللي كانت من الجهه الاخرى رجعتها من جهتي، وحاولت نحط هاد الظهر ديالي حيت هو اللي غنقطع عليه. خليت واحد لامارج هنايا ديال واحد 6 سنتيم من غير الحاشيه غنحيدها. خليت واحد 6 سنتيم هنايا، تقدروا تخليو 7 8 على حسب كل واحد شحال بغا يخلي في ديك العطفه ديال السلسله. وحطيت الثوب ديالي هنا بطبيعه الحال ما كيجينيش الثوب قد هنا راه نتوما كتشوفوا خليت هاد الشويه اللي رقيق خليته وهبطت الثوب ديالي باش نحط على قد فين غيجيني العبار. هنا على قد هاد البلاصه هادي وعلى قد هاد التقطيعه هادي، خصني ما يخرجش ليا الظهر على هاد المكان هذا باش ما يجينيش ناقص من التحت. فهنايا حطيت واحد على واحد وغادي نقطع عليه تماما ونخلي دائما هاد لامارج اللي قلت لكم ديال هاد الهامش ديال 6 سنتيم. ها هي البنات من بعد ما قطعتها نتوما كتشوفوا نبين لكم الصوره مزيان. ها هي قطعتها كامله وخليت هذيك لامارج ديال 6 سنتيم. دابا غادي ندوز معكم للتقويره ديال الامام ديال العنق والتقويره ديال التركيز ديال الامام. هنا كيف كتشوفوا معايا انا تراسيت ديك 6 سنتيم اللي خليت، تراسيت واحد الخط مستقيم. هنايا هبطت ب 8 سنتيم وقورت التقويره ديالي ديال الامام. هنا واحد 2 سنتيم كنخرجها مستقيمه ضغوط، وعلى هذا الخط هذا كنطلع شويه هنا بواحد 0.5 ونجيبها دايره باش كتعطيني هذه الدوره ديال هنا.
نقدر ندير 0.5 حتى 0.75 ونقورها باش ملي كنقلب كتجيني وحده طايحه على وحده على حسب هاد الدوره هذه اللي هنا. بالنسبه عفوا بالنسبه للتركيز هنايا كنجي في المنتصف، كندخل بواحد ولا واحد ونص، وكنجيب الطراساج ديالي هنا من البدايه ديال الكتف وكنمشي دايره معاوده التقويره ديالي. هذا هو الريغلاج ديال الامام. كنقطع هادو بحال هكا، هادشي اللي تراسيت كنقطعو باش كيتراسى ليا الامام كيف ما هو. هنا البنات كيف كتشوفوا انا شديت الظهر والامام، شديتهم بفنيتات بحال هكا، دوره العنق ديال الظهر ودوره العنق ديال الامام. بالنسبه للظهر شديته عادي وخديت الطرف ديال لي شوت ديال الثوب اللي شاط ليا، ها نتوما كيف كتشوفوا حطيته عليه بهذا الشكل باش غنطراسي الغلاف ديال العنق اللي كنسميوه لا بارمونتور. انا حطيته هكا الحرف على الحرف، هنا كاينه الطويه، حطيت الحرف على الحرف باش غنطراسي عليه. هنا بالنسبه للامام شديت هذا الطرف هذا طويته على هنا الى شفتوا هذا هو الوسط، خليت واحد 2 سنتيم وطويت عليها وثبت بفنيته، يعني كتبقى ليا هنا في الطويه 4 سنتيم. هنا علاش كنقول لكم هذيك الطلعه اللي كنطلع بها ها هي كتبان لكم هنا، كنظن كتبان لكم مزيان. ها هي علاش كنطلع باش ملي كنطوي هاد الطويه هذه كيجيني هذا قد هذا، سينو الا خليته غادي مقاد كيجيني واحد شويه ناقص، هنا كيوقع لينا مشكل. الوغ هنايا شنو درت، شديته طويته، قلت خليت 4 سنتيم هنايا وخليت 2 سنتيم زايده القدام هنا على قبل باش نغطي بها السلسله صافي. وكنطراسي الغلاف ديال العنق ديالي على هذا الشكل ونقطعو. هنا من بعد ما طراسيت الغلاف ديال العنق ديال الظهر طراسيتو هكا الكتف وها دوره العنق. هنا كناخذ العبار اللي بغيت 7 8 سنتيم وكنجيب التقويره ديالي هكا دايره. كذلك ومثال ديال الامام طراسيت بحال هكا، طراسيت كنحيد هذا وكناخذ العبار ثاني اللي بغيت. هنا الامام خصو يكون شويه كبر من الظهر وكنقور التقويره ديالي. بالنسبه للامام هذه هنا غنفتحها غنقطعها بالمقص لانني خصني نلصقها مع كل طرف بوحدو. ديال الظهر لا تبقى مطويه لانها تلصق على الظهر كيكون مطوي ما كيكونش مفتوح. ها هي البنات من بعد ما قطعتها كنلصقها بفنيتها باش ما تلفش ليا ملي نجي ندير ستورجي ما يتوضروش ليا. هنا كذلك ومثال ها هي ديال الامام، هي لصقتها بفنيتها نتوما كتشوفوا من هنا قد ومن هنا ثاني قد. هنايا راه مفتوحه فتحتها. طريقه الخدمه ديالها حيت كتجي هكا كتخيط بهذا الشكل هذا، كيتخد سنتيم من هذا وسنتيم من هذا وكتجي قد. هنا كنكون ساليت الفيديو ديالي ان شاء الله. الكم ديالها غادي نديرو معكم في فيديو لاحق باذن الله. نتمنى يكون الفيديو كيفيدكم ونتمنى انكم تخليو لي ارائكم وتخليو لي التعاليق ديالكم واقتراحاتكم. اي حاجه بغيتوها جاي دابا داخل علينا شهر رمضان ان شاء الله تبغيو تصاوبوا شي حويجات شاركوهم معايا، عطوني افكاركم، عطوني شنو احتياجاتكم وان شاء الله ندير معكم اي حاجه احتاجيتوها نديرها معكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.